اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهارده هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير دايما يا رب. معانا المقادير اللي هنستخدمها لكيلو دقيق. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، مش اي دقيق لازم تجيبوه، لازم تجيبوا دقيق درجه اولى متعدد الاستخدامات. عليهم 3 معالق كبار سكر بودر، و3 معالق سمسم، اللي مش حابب يحط سمسم براحته، ومعلقة من الخميرة الفورية، رشة ملح صغيرة. وهنخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها الأول. كده خلطنا المكونات الجافة بتاعتنا كلها الأول. هنحط بعد كده السمنة بتاعتنا. معانا قد ايه سمنة؟ معايا 400 جرام من السمنة و200 جرام من الزبدة. ليه هنحط سمنة وزبدة؟ علشان يدي قوام كده ناعم للكحكاية، وفي نفس الوقت ما يتكسرش. نحط الزبدة اهي، وهنحط السمنة. كحك على البارد، مش الكحك اللي هو بيقدحوله السمنة، لا، الشغل على البارد. كده سبت العجينة كده تاخد وتدي مع بعضها. كده انا سايبه العجينه بتتبسي اهوت في العجان. خلطت الدقيق والسمنه والزبده كويس، وبعد كده هضيف عليهم نص كوبايه من الميه. اهو زي ما انتم شايفين كده بقت السمنه والدقيق والزبده بقى مفرول ازاي مع بعضه اهو. يا دوبك هلم العجينه، مش هعجنها بالميه، يا دوبك هتتلم، عشان النواعم ما بنعجنش فيه كتير علشان ما ينشفش، يعمل عرق وينشف. هنبدأ دلوقتي نضيف عليها نص كوباية المية. احنا حطينا مية ليه؟ ما عجناش باللبن، لا، عشان اللبن او الحليب بينشف الكحكاية معايا، ما بتبقاش حلوة، ما بتبقاش طرية. وكمان لو حبيتي انك تعملي كمية كبيرة، يعني هتفضل معاكي وقت اطول، المية بتحافظ عليها، بتديها عمر اطول من اللبن. اهي كده العجينة جاهزة معايا. بصي جمال العجينة، ناعمة طرية ازاي، يا دوبك. خلاص مش هنعمل فيها اي حاجة تاني. هنبتدي نلمها كده ونغطيها ونسيبها ترتاح، ومع بال ما ترتاح هنعمل الحشو بتاعها، نجهز الحشو بتاعها. هنعمل الحشو بتاعتنا. معانا ملبن، هنجيب كده كزرون على النار ونحط فيها معلقتين زبدة، وهنحط الملبن معاها على نار هادية، وهنقلب علشان يندمجوا مع بعض ويمتزجوا مع بعض. هنسيبهم كده على نار هادية مع بال ما السمنة بتاعتي الزبدة بتاعتي تسيح، وبعد كده هقلب فيهم وهخلطهم وادخلهم في بعض. بعد كده هعملهم كور وابتدي احشي بيهم العجينة بتاعتي. خلاص كده الملبن خلاص اهو اندمج مع السمنة والزبدة.
يبرد وهنكوره علشان نعرف نحشي بيه. هنجيب العجين بتاعنا اهو، هنمسك قطعة كده اهي، نفردها كده، والملبن بتاعنا احنا جهزناه وهنحطها في النص وهنقفل عليها بالشكل ده، وهنحطها في الصينية بتاعتنا. ناخد واحدة كمان اهو، نحاول ايه يعني ايه ندخلها كده في بعضها، نفتح ونروح مقفلين اهي عليها. لو حاجة زيادة يعني لو حابين تصغروها شوية بتشيلوا ايه الحتة الزيادة دي بتكوروها كده، وهكذا في كل ايه الصاج. عملنا الصاج اهو الاولاني، هنبدأ بقى نعمله بالبصمة دي يا هننقشه بالمنقاش. نعمل كده اهي، ممكن لو الحجم كبير وانا عايزاها اصغر من كده اروح مقطعاها بالشكل ده، وبقت عندي صغير وكلها هتبقى مقاس واحد. ابصم كده، وبعد ما ابصم اروح مقطع واشيل الزيادات اهي. ونكمل بقى كل الصاج بتاعنا بالشكل ده اهو كده اهو. انا حاسه الكحكايه بتاعتي كبيره شويه، فاروح نسويها برضو بالايه بالبصمه اللي انا بعمل بيها اهي. ده كحك كله مقاس واحد اهو بالشكل ده. طب عايزه اعمل بالمنقاش، اجيبها كده واروح مبططاها اهي، وهبدأ بالمنقاش وانقشها اهي بالشكل ده. فنني بقى يعني انت نفسك تفنني وتبدعي بالشكل اهي. ونكمل بقية الصاج وبقية العجينة بنفس الشكل ده. يعني انا امي كانت بتعمل كده الشكل ده على طول، معتمداه يعني اللي هو المربع ده اهو. وانا كنت بحب اعمل اللي عامل زي الوردة ده. كنا بنتسابق بقى مع بعض مين اللي يعمل الاول ومين اللي يعمل احلى من التاني. ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب اهو. انتي بقى تبدعي وتفنني وتعملي الشكل اللي انتي عايزاه. انا هكمل بالبصمة بصمة سهلة الصراحة، وهبدأ اقطع الزيادة اهو. لو خدنا بالنا هنا كده هتلاقي واحدة كبيرة شوية وواحدة صغيرة، عشان انا ايه التقطيع معايا ما كانتش مظبوطة قوي يعني، انا كنت بعمل باستعجال. وهشيل كل الزيادات دي. هعمل بقى بقية العجينة زي ما احنا ما عملنا كده مع بعض، وهنسويها نحطها في الفرن. وهيبقى معاكي احلى كحك لاحلى عيد، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ربنا دايما يفرح قلوبكم ويسعدكم دايما.
حاجة تانية ممكن تعملوا شكل تاني، كانوا بيقولوا عليه عفوا بيقولوا عليه عش البلبل، ان احنا بنجيب حتة العجينة ونبرمها كده اهي، ونروح قافلينها تبقى زي الكحكاية اهي، وتبتدي تنقشيها وتبقى بالشكل ده. معايا كده الكحك بتاعي بعد ما طلع من الفرن ناعم ودايب خالص جميل. هنسيبه يبرد خالص، يبرد تماما، وبعد كده نحط عليه السكر البودر. بعد ما برد معايا بجيب المصفى السلك بتاعتي، المصفى اللي هي بتبقى بتاعت الشاي، وببتدي بحط فيها السكر، وببتدي ارش كده السكر علشان يتوزع كويس على كل كحكاية من الكحك بتاعي. ما بحطش بايديا علشان ما يبقى فيش جزء فيه وجزء لا. احسن حاجة واسهل طريقة اللي هي طريقة المصفى السلك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل سهل من قناتنا، ويا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا يا جماعة، دعمكم بيفرق معانا كتير. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، كل سنة وانتم طيبين.